السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا كل اخواتي، عاملين ايه؟ اتمنى تكونوا بخير. اسفه على ان انا اتاخرت عليكم في التصوير، انا والله مخنوقه بسبب اللي بشوفه على اللي بيحصل لاخواتنا في غزه. ربنا يطلعهم من اللي هم فيه يا رب وينصرهم دايما يا رب العالمين. النهارده عملنا اكل يعني هي طلب جوزي عامه يعني. هو طبيخ شويه بقى، كفايه نواشف. قال لي احنا داخلين على الشتاء عايزين حبه طبيخ بقى حلوين كده زي اللي بتعملوه مش ملوخيه. عملت طريقه ملوخيه حلوه جدا جدا، جربوها. ومعايا بسله بقى، كنت بقى لي فتره كبيره ما عملتهاش، كنت انا مخزناها عندي من السنه للسنه، عاملاها بدهن ضاني بقى جميله قوي. وفراخ بلدي معانا ما حمرتهاش عشان احنا بنحب الفراخ البلدي مسلوقه. وشويه رز بقى مفلفل، وكان عندي بتنجان اللي انا مخليها معاكم المسلوق وشايلاه في التلاجة، بطلع منه حتتين. اكله حلوه جدا، جربوها هتعجبكم قوي. وجربوا الملوخيه بطريقتي، اقسم بالله شويه ملوخيه روعه. حتى جواريه مصطفى عماله تاكل. ايه رايك؟ جواريه عماله تاكل اهيت مش قادره تصبر. استني يا جوري، لهم اعملوا لايك. ايوه ايه رايك في الملوخيه؟ اعملي كده حلوه. جواريه بتقول لكم حلوه، جربوها بالطريقه ديت هتعجبكم قوي. البسله، وهقول لكم اعمل لكم انا حلقه كامله للتخزينات عندي حلوه قوي للبسله. انا عامله البسله دي والله بقى لها سنه، هي والملوخيه يعتبر. طريقه حلوه قوي، جربوها هتعجبكم جدا. يلا نخش بينا على الطريقه ونبدا. وقبل ما نبدا نصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام، حياتك تفضل في راحه وفي امان. نبدا، يلا خش بينا. اول حاجه اهو جبنا حله رفعناها على النار فنص ميه، غسلنا فرختنا كويس جدا جدا. عملت لها محلول حلو جدا، عباره عن جنزبيل بودر وطماطميه كده تكون يعني مهريه عندك، مهروسه مستويه، بتقطعها عليها برضو تشيل الزفاره حلو قوي من الفراخ. ومعلقه سكر، وطبعا الراعي الرسمي الليمون والملح لاي نظافه فراخ. هنغسلها، غسلتها كويس قوي، ورحت جايبه الميه خليتها تغلي، ورحت حاطه عليها الفراخ كده. هنحط عليها دلوقتي طماطميه وبصلايه مقطعين مكعبات. والتوابل بقى عباره عن ملح، ورق لوري اللي هو المسمار ديت اللي هو القرنفل، حبهان، بهارات 7 بهارات، 2 مرق دجاج زي فوريه من ديت، وفلفل اسمر. جواريه بتقول لكم اعملوا لايك. هنفتفت الاول كده المرق الدجاج، وهنحط جميع التوابل ديت. المسمار طبعا كلكم عارفين اللي هو القرنفل، بيدي طعم حلو جدا للشوربه. واسيبها ان هي تغلي اهيت، بسيبها ان هي تغلي بقى شويه شويه. الفراخ البلدي عامه ما بتاخدش وقت، انا هسيبها تغلي شويه مع نفسها. وهنخش دلوقتي نسلق البسله نص سلقه. وجبنا حله اهوت فيها حبه ميه، انا كنت مفرزه بسله معاكم، هخليها تدي غلوه عشان تبقى مستويه. خلاص سمعوكي يا جوري، هيعملوا لايك. عايزه كل اخواتي يدعونا، وهدايه طبعا لاهل فلسطين. انا والله ما بصور بقالي فتره بسبب حزن عليهم، فربنا يطلعهم اللي هم فيه وينصرهم. قلب وجعنا على الاطفال اللي ما لهمش اي ذنب يموتوا بالشكل ديت، فربنا يرحمهم ويتولاهم يا رب العالمين، ويصبر اهاليهم ويصبر اهالي الاولاد اللي توفوا، او يصبر الولاد اللي اهاليهم توفوا، ويطلعهم اللي هو فيه وينصرهم على من يعديهم يا رب العالمين. وحسبنا الله ونعم الوكيل في الصهاينه، ربنا ينتقم منهم. هسيبها بالشكل ده تدي غلوه. هكون انا معلقه على الصلصه بتاعتها. جبنا اهوت هنا حله اللي هنعمل فيها الصلصه بتاعت البسله، حطينا فيها معلقتين دقيق ضاني على معلقه من السمنه البلدي، هخليهم يسيحوا كويس جدا. هروح حاطه فيهم البصلايه انا مقطعاها اهيت، مقطعاها مكعبات صغيره، هخليها تدبل. البسله ديت حلوه جدا جدا، تبقى طريقتها حلوه قوي. وانا طبعا كنت عامله صلصه شايلاها في الثلاجه عندي، بستعمل منها على طول يعني. اهي دي بتبقى سهله كده لاي اكل بعمله، بجيبهم بالشكل ده وبعملها بحطها في الثلاجه، بستعمل منها على طول الاكل. طعمها حلو جدا، هبقى اعمل لكم برده حلقه ليها للتفريز بتاعتها حلوه جدا. هنا نقعد نقلب اهوت في البصله. والله ريحه الشوربه اقسم بالله ما اقدر اوصف لكم طعمها. بصوا ما شاء الله عليها، وريحتها حلوه جدا. وهنا العين التانيه اهوت البسله مع الجزر بتتسلق اهيت. انا هديها نص سلقه، يعني ان انا هخليها تغلي فرتين بس، واروح احطها على الصلصه. هتقولي لي طب ليه نص سلقتيها ما دام انت مفرزاها؟ هقول لكم لان هي بقى لها فتره عندي، يعني يعتبر داخله في سنه عندي في الفريزر، فانا بحبها ان انا اطلعها
بعد مده زي كده بحط عليها جزر فريش زي ده كده، انا بخليها مخليه لوحدها، واروح حاطه على جزر كده واغليها غلوه واروح حاطها على الصلصه بتاعتي، بيديها طعم حلو جدا. حطيت عليها فص مهروس من الثوم، بيديها طعم حلو قوي للبسله، ونص معلقه من الفلفل انا مهرساه عاملاه زي هريسه الشطه الحمراء، وحطها في الفريزر بالشكل ده، هو احمر على اخضر، هحط عليها برده بيديها طعم حلو قوي. ممكن تستغنوا عنها عادي لما بيحبوش الحاجه تبقى سبايسي، بس دي مش تبقى سبايسي قوي لان ده طبيخ، بس بيديله طعم. وهنا جبنا حله فاضيه عمال البصله تدبل عشان نحط الصلصه. هنعمل شويه رز، بحب ان انا لما اكون باخد داخله المطبخ بعمل كل حاجه. هحط عليها شويه سمنه وشويه زيت اهي، حطينا حبه زيت مع معلقه السمنه البلدي. انا بحب اعمل رز كده دايما، وممكن ساعات ان انا اعمله بزيت خالص بيبقى حلو برده. هنحمر فيه الشعريه، هعمل لكم بقى شويه رز بشعريه تحفه. عايزه كل اخواتي اللي بيتفرجوا عليا ما ينسوش التعليقات، ما ينسوش اللايكات، ويدعموني عشان يوصلكم كل جديد، ويدعوا لنا دايما، وان ربنا يخرج اخواتنا واهلنا في فلسطين اللي هم فيها يا رب العالمين. والله انا بقالي فتره ما بلاقيش نفسي اصور بسبب اللي انا بشوفه، فالحمد لله على كل شيء، وربنا يستر عليهم دايما يا رب العالمين. هنا البصله بتاعتي بتدبل، وهنا السمنه هي بتقدح اهي. هنا حطينا اهوت الكيس الشعريه، هنسيبه بقى يتحمر لحد ما يدي اللون اللي هو الجولد ديت ذهبي، بس خلي بالكم فيه عشان ما يتحرقش منكم. وهنا البسله لسه ما فرتش، وهنا هي التتبيله بتاعت البسله هي كده حلوه قوي. هحط عليها الصلصه اهيت اهوت، هفضل اقلب في الشعريه شويه، والتوابل اللي انا هحطها على البسله، على الصلصه بتاعت البسله، شويه 7 بهارات، نص معلقه 7 بهارات، واحده ماجي مفتفتاها، ماجي شوربه فراخ، حبه فلفل اسمر، معلقه كبيره من الدقه اللي مشكله عندي، بحط فيها كل حاجه، بحطها للصلصه بتبقى حلوه جدا لاي طبيخ اهيت. واقلبها بقى، هي مش هتاخد تسبيكه كتير لان انا عامله القطط مسبكاها اساسا. وده شكل الشوربه، اللهم بارك ما شاء الله، طفيت عليها خلاص ما شاء الله. شويه شوربه اقسم بالله روعه وجميله جدا، جربوها تعجبكم قوي قوي. الف انا وشفا على اللي ياكل يعني، فبسم الله ما شاء الله اللهم بارك. وهي الصلصه هخليها تتسبك شويه كمان على ما البسله تستوي، هحط لها كبشتين شوربه ويغلوا مع بعض. وهنا ايدي في الشعريه اهي لحد ما تتحمر. بص بقى هعمل تركايه حلوه قوي. شفت الميه اللي نازله من البسله دي انا مش هرميها طبعا، الميه ديت فيها فايده البسله اللي نازله اللي هي الجزر والبسله بتبقى مسكره، هحطها زي ما هي كده كلها على فين، على الصلصه اهي. الصلصه اهي هروح حاطه عليها بميتها زي ما هي كده، تديها طعم حلو جدا، تديها طعم حلو قوي قوي يعني اهيت. وهيت البسله هحط لها كبشتين من الشوربه عليها على الميه ديت، تبقى حلوه جدا اهيت. واسيبها بقى تغلي مع بعضها غلوتين 3 اهوت. وهنا غسلنا الرز وحطيناه على الشعريه وحطينا عليها الملح، وهنقعد نقلب فيها شويه وبكده اهوت. قلبناه شويه بالملح والزيت والحاجه بتاعته، هنسقيه. انا بسقيه ميه عاديه خالص من الحنفيه اهيت بالشكل ديت اهيت. حصلناها بالمنظر ديت اهوت. غسلتها حلو قوي، شربتها لحد كده. خلي بالكم ان في انواع رز ممكن تشرب ميه زياده، انا بالنسبه لي الرز ديت فكان محتاج شويه، فرحت حاطه له بالنظام ديت، واسيبه بقى يغلي شويه اهوت يغلي. وهنا هنعمل شويه ملوخيه بقى، وهنا هو شويه البسله بسم الله ما شاء الله على ريحتها حلوه جدا جميله قوي 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 وطعمها تحفه. وهنا اهوت جبنا شويه شوربه حطينا فيها كيس ملوخيه بتاعتنا مفرزه من الفريزر اللي عندي، هنفرزوها بسم الله ما شاء الله على خضرها اللهم بارك. بصوا عامله ازاي، طريقتها حلوه في التفريز، هقول لكم عليها بقى، هعمل لكم الطريقه ليها حلوه قوي. والله لو قلت لكم ان دي داخله في سنه عندي مش هتصدقوني، انا بحب التفريز الاسفن جدا. عشان بقى الملوخيه تبقى معاكي دي طعمها حلو جدا، جربوا فيها. حطوا عليها كده معلقتين من الصلصه اهي، والله بتوديها في حته تانيه اهي، بتودي الملوخيه دي في حته تانيه جدا. جربوها هتعجبكم جدا. بصوا شكل، شايفين الشكل عامل ازاي، اللهم بارك ما شاء الله حلو قوي قوي. احنا بنحبها تقيله ما بنحبهاش خفيفه، هو ده السمك اللي احنا بنحبه. هسيبها تغلي بقى
جبنا اهوت هنا طاسه حطينا فيها معلقه من الدين الضاني حلو قوي للملوخيه، على نص معلقه من السمنه البلدي، حطينا فيها نص معلقه توم ونص معلقه حبه شطه، هنخليها تاخد اللون الجولد. هحط عليها بس دلوقتي معلقه كبيره من الكزبره الناشفه وواحده مرقه دجاج مفتفتها كده، وهفضل اقلب الكلام ده لحد ما يدي اللون اللي انا قلت لكم عليه. حلو قوي، خلي ايدكم فيها برده عشان ما تتحرقش منكم، عشان ما تمررش الملوخيه. كده خليت الملوخيه تقعد تقلب، وهنا الطشه بتاعتها حلوه اللهم صل على النبي. شوفوا دي كده حلوه قوي، بتدي حلو طعم حلو قوي. واروح جايبه الطاسه برده كده، واروح جايبه كده اهوت، واروح حاطاه كده اهو، بتودي الملوخيه دي في حته تانيه اقسم بالله، روعه روعه روعه. جربوها كده حلوه جدا، شويه ملوخيه اقسم بالله ما تقوليش لعدوك عليهم زودوهم، حلوه جدا. كده هو ده اكلتنا النهارده، قلت لكم دوسوا لايك. شويه ملوخيه اللهم بارك حلوين جدا، جربوهم هتعجبكم قوي. ورز مفلفل ما شاء الله عليها. بص عايزه اوريكم الرز عامل ازاي من جماله، حلو جدا. والبسله اللهم بارك جميله جدا، جربوها حلوه قوي الطريقه ديت. وطبعا الفراخ البلدي احنا ما بنحمرهاش عشان ما نضيعش فايدتها، جوزي بيحبها زي ما هي كده مسلوقه بالشوربه بتاعتها اللهم صل على النبي، جميله قوي. خلاص يا جولي. وحتتين بتنجان كنت عاملاه، البتنجان المسلوق طلعت منه حتتين حطيتهم في طبق كده عشان يبقى طعم الطعم حلو قوي. والملوخيه بقى اقسم بالله بالعيش روعه، عايزه اقول لكم كده حلوه جدا، ريحتها قلبه للشقه والله العظيم، ريحتها جميله قوي. جربوها وجربوا التركه اللي انا قلت لكم عليها، ان انتوا تحطوا عليها الصلصه حلوه قوي. وتبقى هي دي النهارده وصفتنا. ما تنسوش تعلقوا لي، واللي اول مره يشوفني في القناه يعلق يخش لي على اليوتيوب، هيلاقي اللينك عنده على الصفحه. واتمنى الكل يشترك عندي ويفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. دمتم بخير يا كل حبايبي، وربنا يا رب يستر عليكم جميعا باذن الله. وادعوا لاخواننا في فلسطين كل شويه اقول لكم ادعوا لهم، ربنا يطلعهم اللي هم فيه. دمتم بخير، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.